مساء الخير يا أمارات. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشاني قوي الفضفضة معاكم، وإني أتكلم على راحتي من غير قصص وحواديت. والنهاردة جيت أتكلم معاكم عن الذكريات، بس مش الذكريات الحزينة، لأ، أنا جاي أتكلم معاكم عن الذكريات الحلوة اللي قدرت أعيشها ولسه عايشة جوايا رغم عدد السنين اللي مرت عليها. وأنا قاعدة لوحدي بالليل، وده نادراً لما يحصل، لقيتني بفتكر مواقف حصلت في حياتي كانت ذكريات حلوة قوي. افتكرت لما كنت صغيرة وانزل ألعب مع ولاد الجيران في الشارع. افتكرت الألعاب اللي كنا بنلعبها والحاجات اللي كنا بنحب نصنعها بإيدينا، زي طيارات الورق. محاولتنا إننا نعمل طيارة ناجحة، كل واحد فينا بيجيب حاجة من أجزاء الطيارة، اللي يجيب الخشب واللي يجيب الورق الملون، وأنا كنت أجري أجيب النشا والخيط اللي هنجمع بيه أجزاء الطيارة. افتكرت فرحتنا لما نشوفها اجتمعت قدامنا، وشكلها وألوانها اللي كان يفرح، ولما كنا نسيبها في الهوا ونشوفها بتطير لفوق في السماء، وإحنا كلنا ماسكين الخيط وخايفين عليها تسيبنا وتختفي. افتكرت لما كنت باخد مصروفي وأجري أأجر عجلة، وفرحتي لما كنت باخد عجلة مقاسها أكبر من سني وأجري بيها كأني بسابق الهوا. ياه، كانت أحلى أيام وأجمل ذكريات قدرت أعيشها. ولما كبرت شوية وبدأت أعقل وأقعد في البيت، ما خلاص بقى، كنت بقيت آنسة كبيرة وما ينفعش أنزل ألعب في الشارع زي الأطفال. بدأت أصنع ذكريات مختلفة. كان أقرب واحد ليا ابن عمي، اللي كان بالنسبة ليا أخويا وتوأمي. فاكرة لما كان يلاقيني قاعدة متضايقة ومش قادرة أنام، كان بعد صلاة الفجر ألاقيه تحت البيت ويقول لي يلا انزليلي. كنا ننزل نتمشى شوية، نروح نجيب فطار ونقعد تحت بلكونة بيتنا. كان وقتها الجو أمان، وما كانش فيه حد بيبص لحد ويقول إزاي الاتنين دول نازلين في الوقت ده. عكس دلوقتي، لو واحد فكر ياخد أخته أو بنته أو حتى مراته بالليل، ناس كتير تقف وتقول كلام مش لطيف، أو بلطجية يطلعوا عليهم ويحصل بلاوي زي ما بنسمع. بصراحة، وأنا بكمل الكلام معاكم دلوقتي، اكتشفت إن الذكريات الحلوة ليها طعم خاص قوي، مش لأنها كاملة ولا لأنها خالية من الوجع، لأ، علشان كانت بسيطة وكان فيها إحساس بالأمان، من غير ما نفتش ورا كل خطوة أو نخاف من كل كلمة. عارفين إيه أكتر حاجة لاحظتها؟ إن الذكريات الحلوة مش لازم تكون عظيمة، مش لازم تبقى سفر ولا هدايا ولا مناسبات كبيرة. أحياناً لحظة صغيرة بتعلق جوه القلب سنين، زي ريحة عجلتنا وإحنا بنجري بيها في الشارع، زي ضحكة جارتنا اللي كانت بتنادينا ننزل ناكل كيك سخن، زي صوت ابن عمي وهو بيقول لي يلا انزلي أنا تحت. وكان يكفي إن حد يقول أنا معاكي علشان الدنيا كلها تبقى خفيفة. كبرنا، اتغيرنا، وتغير حوالينا كل حاجة، الناس والشوارع وطريقة الكلام وحتى فكرة الأمان. بقينا نخاف ننزل لوحدنا نص الليل، وبقينا نفكر 1000 مرة قبل ما ندي الثقة لحد. بس الجميل في الذكريات إنها ما بتتأثرش بده، بتفضل زي ما هي، صافية ونقية ومتثبتة في مكانها. ولو سألتوني إيه أهم حاجة اتعلمتها، هقول لكم إن الذكريات الحلوة مش بتختفي، دي بتستخبى جوه القلب، ولما بنحتاجها بتطلع تطبطب علينا. وأنا النهاردة خليت الذكريات الحلوة تطبطب عليا، رجعت لي ضحكة زمان، وحسستني إن رغم كل التعب لسه في جوانا جزء صغير بريء، لسه عارف يفرح بلحظات فرحته زمان واللي ليها عايشة جوه قلبه. في نهاية كلامي هستنى تكتب لي في الكومنتات إيه أكتر ذكرى حلوة فضلت معلقة معاكم لحد دلوقتي. وما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين. مستنياكم يا أحلى أمارات. سلام.